السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجعة من شغلك تعبانة ومش قادرة، وفي نفس الوقت عايزة تقفي في المطبخ تعملي غدوة حلوة. هتعملي أحلى أكل بدون مجهود، بدون كركبة، بدون ما تخلصي ويبقى الحوض مليان حلل وصواني. لا، انسي الكلام ده. هتعملي صينية بسلة بالفراخ، عظمة على عظمة. بجد أكلة حلوة جدا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا كركبة، والنتيجة زي العسل. جربيها وإن شاء الله تعجبك. نبدأ بسم الله. معايا فرخة حوالي 2 كيلو إلا، طبعا نقعها في محلول ملح وليمون، وبشطفها كويس، وبعدين بعمل فيها فتحات بالشكل ده عشان التتبيلة تدخل في كل حتة في الفراخ. هتبلها بالتوابل دي: ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا، بس كده. بتبلها من كل حتة، وبحاول التتبيلة كمان تدخل في الفتحات اللي أنا عاملاها. تمام. في صينية على النار، الصينية دي بقى اللي هتبقى معاكي لغاية آخر الفيديو، هي صينية واحدة فقط لا غير. بتحطي معلقة كبيرة من الزبدة أو سمنة أو زيت نباتي، بس الزبدة بجد بتديكي نتيجة هايلة، يعني كفاية ريحتها. الزبدة بتسخن قوي، بننزل عليها بقطع الفراخ تاخد صدمة، وفي نفس الوقت طبعا بتشرب من التتبيلة بتاعتها، وبتبقى من جوه طرية كده وجوسي، مش بتبقى ناشفة، وبتستوي قوي معاكي. الفرخة هتاخد صدمة كده في الزبدة، وتاخد لون على الناحيتين، وبعدين هنطلعها وهنكمل باقي الوصفة في نفس الصينية. الفراخ خدت لون زي ما انتوا شايفين، لونها حلو جدا، وفي الزبدة الحلوة دي اللي شاربة بقى من التوابل والصوص بتاع الفراخ، هننزل ببصلاية متوسطة متقطعة برضو وسط، مش ناعمة. البصلة تلون معايا كده. هضيف لها حوالي فصين توم مفرومين، مش اكتر من كده، واقلبهم مع بعض. ما اقولكوش بقى على الريحة، التوم مع البصل مع الصوص بتاع الفراخ يجنن. هنزل بعد كده بحوالي نص كيلو عصير طماطم، وبعدين هتبل الطماطم. هحط كيس مرقة فورية أو مكعب مرقة دجاج، ونفس التوابل اللي تبلت بيها الفراخ: فلفل اسود وملح وبهارات فراخ وبابريكا، بس كده. ورقتين لورا بيدوا طعم حلو قوي. وهقلب الصلصة تغلي غلوة، وهزود عليها كوباية ونص مية، مية عادية مش مغلية. وأول ما الصلصة تغلي معايا كده هنزل عليها بالبسلة، ده نص كيلو بسلة على جزر. طبعا كان متفرز عندي، طلعته شطفته كده تحت الحنفية بس، وحطيته على طول في الصلصة. هسيب البسلة مع الصلصة حوالي 5 دقايق، وبعدين هضيف قطع الفراخ على الوش بالشكل ده، وهخلي طبعا الصلصة مغطية تقريبا الفراخ على نار عالية. هغطي الصينية واسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها حوالي نص ساعة. واول ما احس ان خلاص الفراخ استوت،
هوطي النار شوية، هخليها يعني متوسطة حوالي ربع ساعة كمان لغاية ما البسلة تتسبك معايا بالشكل ده. شايفين لون الفراخ بجد حلو قوي. عايزة اقولك لو الفراخ ما خدتش لون معاكي في الزبدة وانت بتديها الصدمة كده، ممكن تحت الشواية بعد ما تستوي تحت الشواية تحطيها بالظبط 3 دقايق لو انت عايزة لونها اغمق من كده. بس انا شايفاها كده حلوة جدا. خلصت الاكلة. طبعا مفيش ابسط ولا اسهل ولا اجمل من كده، حاجة كده سريعة وحلوة. جنبيها بقى شوية رز بشعرية، يا سلام على الجمال. ده اللي هو الورك. وبعدين قلت اوريكم برضو ازاي ان الفراخ مستوية جدا. ده طبعا الصدر معروف بتبقى اللحمة بتاعته جامدة شوية، لا هنا مش جامدة يا جماعة. الفراخ بجد دايبة والبسلة دايبة. بصي الفراخ عاملة ازاي، يعني دايبة دوبان. ما تخافيش انك تسويها في بسلة او في صلصة، لا بجد النتيجة ممتازة. اتمنى تجربي الوصفة دي وان شاء الله هتعجبك وهتعتمديها عندك، مش هتبطلي تعمليها ابدا. خلصت وصفتنا، اتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، وصفة جديدة من وصفات أم الدنيا.